هو ليه مباراة الأهلي والزمالك ما تتلعبش في مصر؟ هو احنا أفارقة ولا آسيويين واحنا مش واخدين بالنا؟ الأهلي والزمالك بقالهم 107 سنة بيلعبوا في القاهرة اللي هي بلدهم، بلدنا بقى معقولة مش عارفة تنظم ماتش الأهلي والزمالك اللي بقاله 107 سنة بيتلعب في مصر في بلدنا، بلد الفرقتين، مش عارفين ننظم ديربي القاهرة لمباراة بين فريقين من مصر في الدوري العام المصري تتلعب في السعودية؟ لا وكمان إيه الأدهى من كده إن احنا ملناش اختيارات، لا الملعب ولا أي ترتيبات ولا هنلعب فين ولا لينا دعوة، ودورنا كفرقة مصرية أهلي والزمالك نروح نلعب من سكات ما نفتحش بقنا، إنما الماتش هيتلعب فين وإزاي والترتيبات ايه حاجه ما تخصش لا الاهلي ولا الزمالك، والسعوديه هي اللي متحكمه في كل شيء ومحدش يقدر يفتح بقه تقول حاضر وطيب وبس. صحيح ليهم حق، طالما شوال الرز بيعد ريالات يبقى الدنيا زي الفل وكله في السليم، وطبعا كله بيصب في مصلحه اتحاد العار، لدرجه ان احمد دياب طلع قال ان مبلغ المباراه هو اكبر مبلغ هيدخل في تاريخ الكره المصريه، ولو جينا للحقيقه السعوديه ملهاش دعوه واتحاد العار هو السبب، لان ببساطه السعوديه معاها فلوس وبتحاول تطور في الكره عندها وفي كل المجالات، فهو ما عندوش ذنب ولا ليه اي دعوه، ومش فارقه معاهم اي حاجه غير ان هم يطوروا في كل حاجه عندهم وبيصرفوا وما بيهمهمش، المهم التطوير. انما الكره المصريه عندنا بعافيه شويه، شكلها عندها سخونيه باين عليها عشان شله احمد دياب وجمال علام والبقيه تكون بخير، انما الكره المصريه تبوظ تخرب مش مهم. المشكله هنا ان اتحاد العار بيجري دايما على الفلوس، مش مشكله مش فارق معاهم اي حاجه اللي يحصل في الكره المصريه ايه، وهنا السعوديه شغلت دماغها، اي نعم صرفت رقم كبير واكبر مبلغ دخل في تاريخ الكره المصريه فعلا زي ما قال احمد دياب، لكنهم بيبصوا لنظره بعيده، هو صرف دلوقتي فلوس كتير لكن نسبه المشاهدات هتجيب له الفلوس دي بكل سهوله وهو قاعد، زي ما خد رونالدو للنصر كده، كل العالم تقريبا راح رايح اشترك في قنوات النصر كلها، لدرجه ان قناه نادي النصر على انستجرام وعلى جميع المواقع وعلى اليوتيوب وفي كل حته ما كانتش معديه ال 500,000، لما راح رونالدو اتحولت ل 20 و30 مليون. فتخيل انت الرقم اللي دفعه في رونالدو ده لمه في اول اسبوع من مواقع السوشيال ميديا بس، وعشان معروف ان مباراه الاهلي والزمالك بتشوفها كل الدول العربيه ونسبه المشاهدات بتاعتها بتبقى عاليه، فالسعوديه جابت الماتش عندها، يعني من مصلحه السعوديه، لان ساعتها الكل هيلفت الانظار على السعوديه. اما بقى جماهير الاهلي والزمالك اللي هم عايشين في مصر يتفرجوا ما يتفرجوش يموتوا ما يموتوش مش فارق معاهم، هم بيدوروا على مصلحتهم، شله احمد دياب وجمال علام والبقيه الحاشيه البايظه دي مش فارق معاها اي حاجه. طب يا عم الناس وديربي القاهره، لا ما خلاص هيبقى بعد كده في السعوديه، عارفين اللي ناقص يعملوا اتحاد الكوره ايه؟ يقول لي شوالات الرز خدوا الاهلي والزمالك عندكم في دوري روشن مقابل 15 20 شوال رز، والله ما عارفين نقول ايه، ويا خساره على اللي بيحصل في الكوره المصريه، ويا رب يطهرها منكم ومن اعمالكم السوداء اللي عمالين تعملوها. انا كمشجع اهلاوي ذنبي ايه ان فرقتين في بلدي اتفرج عليهم في الطبيعي في استاد القاهره، استاد السلام، في برج العرب، في اي حته في مصر؟ انا عامل ايه بقى دلوقتي عشان اروح اتفرج على الماتش في الاستاد؟ اركب واروح السعوديه بالافات عشان اروح اتفرج على ماتش؟ ازاي؟ كل الاهلاويه والزملكاويه اللي عايشين في السعوديه ما يكملوش كلهم 40 50 الف واحد اللي بيحضروا. هنا في مصر لما الماتش بيتلعب بيبقى 90,000، انت مليت الاستاد عنده وعملت له دعايه وهو دفع فلوس اي نعم، بس لما من الناحيه الثانيه وعشان احنا عندنا ناس هنا بتحب تجري على كرشها، فالكره المصريه خلاص عليه العوض ومنه العوض. السلام عليكم.